اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل طريقة عمل الزبدة. ان شاء الله هنعمل الزبدة الفرن النهارده. هنعملها كده بطريقة سهلة وبسيطة وبجد مش مكلفة خالص واقتصادية جدا جدا جدا. بدل ما تشتري قالب الزبدة بالشيء الفلاني، ان شاء الله احنا هنعمله في البيت. انا معايا كوبايه كده من الزبده الفرن، ومعايا كوبايه من اللبن، ومعايا كوبايه من الزيت، ومعلقه عصير ليمون، معلقه كبيره من عصير الليمون، ومعلقه كبيره من الخل، ورشه بسيطه من الملح فقط لا غير. طبعا الحليب انا بجيبه من عند اللبان. وعادي لو انت عندك الحليب محطوط في التلاجة او في الفريزر طلعيه فوق واسبيه يبقى بدرجه حراره المطبخ. انا اول حاجه كده جبت الخلاط علشان اعمل الايه، اعمل اللبن في الخلاط. اول حاجه هنبدا فيها اللي احنا هنحط اللبن في الخلاط واسيبه كده يتضرب في الخلاط، وبعدين احط الزبده. طبعا انت عاوزه تحطي زبده نيوزيلندي، عاوزه تحطي الزبده الفرن اللي انت عاوزاه. انا بصراحه علشان الزبده النيوزيلندي غاليه جدا 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 يعني، فانا النهارده قلت استخدم الزبده الفرن. انا كده حطيت اللبن وسبته كده يتضرب ضربتين كده في الخلاط، وبعدين حطيت الزبده. ادي الزبده يا بنات حطيتها كده على اللبن، واداها كده كمان بتتضرب في الخلاط. الطريقه دي اقتصاديه جدا ومش مكلفه. طبعا الزبده غاليه جدا، فانا قلت نعمل النهارده زبده كده اقتصاديه وحلوه. حطيت كده رشه بسيطه من الملح. الملح ده ماده حافظه علشان يحفظ لي الزبده لما اجي احطها كده في التلاجة. انا كده فتحت الغطا كده بتاع الخلاط علشان احط بقى الزيت. طبعا انا هحط الزيت كده سرسوب سرسوب، وبعدين كل اضرب ضربتين واروح فاصله، اضرب ضربتين واروح فاصله. يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، لان بجد الزبده شايفه نفسها قوي الغاليه جدا جدا يعني، ومش شويه مش غاليه كمان، حاجه بسيطه وكمان الحاجه مولعه نار. فدي حاجه اقتصاديه وكده حاجه كده من البيت. يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده اهو. دي قوامها كده، قوامها جميل جدا، وقوامها كريمي وبجد حلو جدا. هنحط بقى كمان بقت الزيت، دي كوباية من الزيت. هنحط بقى كده ونضرب كده في الخلاط. طبعا الزيت بيربط لي الكلام ده كله. طبعا حطيت كده كوباية من الزيت يا بنات. شوفوا زي ما انتم شايفين كده، الطريقة دي سهلة جدا وبجد تحفة. يا بنات اهو قدامكم، شوفوا بيطحن بيتضرب كده في الخلاط ازاي، وشوفوا تقيل كده ازاي. احط بقى معلقة كده من عصير الليمون واضرب، وبعدين احط معلقة كده من الخل. احط بقى كده المعلقة كده الخل اهو يا حبايب قلبي. اهو انا هسيبها بقى تتضرب كده. وهي حبايب قلبي بجد طريقتها سهلة جدا وبجد تحفة. يعني انت كمان مش هي الموضوع ده مش هيتكلف عليك خالص، اللي هو بس قالب الزبدة. وبعدين لما اجي اعمل منها تاني، يعني انا مثلا حبيت اعمل زبدة تاني، فانا هاخد برضو من الزبدة اللي انا عملتها القديمة. يعني انا برضو مش هيتكلف عليا تكاليف كتير. انا جبت كده طقم كده من اللي بيتحط في الفرن. فده اصغر حاجة، فحطيته بقى وحطيت عليه الورق بتاع ده، كيس من الاسترتش ده. انا بصراحة ما كانش عندي اكياس تلاجة، فانا حطيت الاسترتش ده. فانا حطيت كده عملت الصينية كده. هي طبعا مش صينية، انا ناسية اسمها خالص، مش مفتكرة اسمها دلوقتي، معلش دلوقتي هفتكر اسمها. يا حبايب قلبي
اهو زي ما انتم شايفين كده. شوفوا الشكل جميل جدا. طبعا انا ما عنديش قالب الانجليش كيك، فانا بصراحه حطيت في دي اصغر، طبعا دي اصغر حاجه. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا هغطيها بقى بالاسترتش كده من فوق علشان احطها في الفريزر. اهو يا حبايب قلبي ادي كده غطيتها كده بالاسترتش علشان احطها في الفريزر. يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما خدتش معنا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، واقتصادية جدا، وهتعملي احلى زبدة. يا حبايب قلبي زي ما قلت لك، لو ما عندكيش الانجليش كيك حطي في صينية زي دي. ادي يا بنات كده بعد ما طلعتها كده من التلاجة، من الفريزر قصدي. شوفوا جمدت ازاي وبقت تحفة جدا والله العظيم كأنها زبدة. هي فعلا زبدة، يعني كأنها زبدة جاهزة يعني. انا طبعا هفكها كده من الكيس عشان اطلعها. اهو يا حبايب قلبي نطلعها بقى كده. اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كده بفككها كده من كل الجنوب علشان اطلعها كده. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا انا اقلبها بقى كده على الناحية التانية. ويا بنات طبعا كده بتطلع بكل سهولة. والاسترتش طبعا بيخليهاش كده تلزق ولا اي حاجة خالص. ادي شوفوا شكلها جميل ازاي، بجد شكلها تحفة. زبدة دي ولا مش زبدة؟ لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتشترك في القناة وتبعت لنا تعليق حلو. يا حبايب قلبي تعالوا بقى نقطعها. انا كده جبت سكينة، تعالوا بقى كده نقطعها كده. يا حبايب قلبي الزبدة دي بقى ولا مش زبدة، والله العظيم حكاية. اهو شوفوا احلى من اللي بتشتريها من بره وغالية على الفاضي. يعني ده انا بصراحة ده يعني يعتبر زبدة فرن. لو عاوزة بقى تعمليها زبدة ايزلندي هاتي طبعا زبدة ايزلندي وتعمليها بديل الفرن. انا بصراحة حبيت بصراحة الزبدة الايزلندي غالية جدا، فانا قلت بصراحة اعمل بزبدة فرن. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. شوفوا شكلها تحفة وريحتها احلى واحلى كمان، كأنك فعلا جايبة زبدة فرن ولا حاطة عليها لبن بقى ولا زيت ولا اي حاجة خالص. بجد تحفة جدا. يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هسيح الزبدة دي قدامكم على النار دلوقتي علشان برضو كل حاجة تبقى قدامكم وكل حاجة تبقى عملي قدامكم. يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده حاجة كده فخر من الاخر والله العظيم بجد تحفة جدا. يا حبايب قلبي اهو تحفة كده تحفة. كلمة تحفة دي كلمة قليلة. تعالوا بقى كده انا هحط كده طاسة على النار علشان اسيح كده فيها الزبدة. ادي النار حطيت كده طاسة علشان اسيح فيها اسيح فيها الزبدة. يا حبايب قلبي يلا بقى كده نحط الزبدة. انا بصراحة كنت متشوشة جدا ان انا اسيحها كلها ولا اسيحها نصها ولا اسيحها بالظبط، فدلوقتي هتشوفوا انا هعمل ايه. ادي شوفوا بتسيح ازاي. زبدة دي بقى ولا مش زبدة، والله العظيم كده حاجة فاخر من الاخر. حاجة كده جميلة جدا واقتصادية جدا 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 كمان. يا حبايب قلبي هنحط بقى كمان. اروح برضو جايبة حتة تاني. تعالوا شوفوا ده. يا حبايب قلبي اهو بسيحها بقى كده. سيبها تسيح طبعا زي اي زبدة انت بتجيبيها وبتسيحيها علشان ما تعفنش. يعني انا حطيتها كده في التلاجة، مينفعش احطها كده في التلاجة هتعفن لانها فيها لبن، لازم تسيح. اهو يا حبايب قلبي
نقلب بقى كده اهو يا بنات. الزبدة دي ولا مش زبدة هسيح دلوقتي، وريحتها بقى ما اقولكمش، ريحتها كانت جميلة جدا جدا جدا، كأني بسيح زبدة فرن، تحفة كده. بل كمان بقى لو جبت بقى زبدة يوزلندي، يا ربي على الجمال، هتبقى حاجة كده، حاجة كده فخر من الآخر. هتعملي بيها أحلى حلويات بقى، تحطيها كده على الحلو والحادق، هيبقى زي الفل، وهيبقى من ايدك زي العسل. اه يا حبايب قلبي، كل شوية كده افضل احط حتة. انا كنت مشوشة يعني اسيحها كلها ولا اسيح نصها ولا اسيح حتة بس، دلوقتي هتشوفوا في الاخر لحد ما هسيحها كده. اه يا حبايب قلبي، نسيحها بقى كده ونقطع بقى كده. اهو شوفي يا بنات بتتقطع ازاي، كأنها كده ايه، زبدة، وفعلا زبدة ولا انت عاملاها في البيت، مش هتحس خالص اللي انت عاملاها في البيت، كأنك كده مشترياها من بره. اه يا حبايب قلبي، شوفوا هي بتستحي ازاي، بجد تحفة. ما تنسوش بقى يا بنات تدوسوا لايك، امنا عليكم يا بنات، تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة. حاجة كده اقتصادية جدا جدا جدا، مش غالية، كل المكونات في البيت، ما عدا الايه، ما عدا الزبدة. انت يا دوبك بتشتري اول مرة زبدة. ادي يا بنات بعد ما ساحت، شوفوا بجد تحفة جدا والله العظيم، مش هتبان خالص كأنك انت جايباها من بره. شوفوا يا بنات، حاجة كده جميلة قوي 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 قوي. شوفوا التحفة. متنسوش يا بنات تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة كده جميلة جدا جدا اهو، زي ما انتوا شايفين كده. لايك بقى واشتراك، باي.